السلام عليكم. ده يا جماعة جزء من السكن الجامعي بتاع جامعة برمنجهام، وجزء من السكن الجامعي يعني مش كله. أنا جيت هنا علشان قاعد بذاكر شوية علشان عندي امتحان. ادعوا لنا كده إن ربنا نجحنا. وبعدين يوم حد الصبح الناس كلها نايمة، لسه محدش صاحي تقريبا. ده المكان بتاع الطلبة زي ما انتم شايفين. يعني يعتبر زي جزء من المطعم، يعني المطبخ موجود قدام كده، وده المكان اللي الطلبة بتقعد فيه بتاكل فيه، وممكن بعد كده بيذاكروا فيه أو بيجتمعوا فيه، يدردشوا شوية يريحوا شوية. زي ما انتم شايفين المكان نظيف وعامل ازاي. حاجات بتاعة المطبخ والكلام ده. حوض الناس تغسل ايديها بعد الأكل، الحمامات، اللوكر بتاع امازون تقدر تبعت او تستلم اي ديليفري من هنا، اي بارسل او اي حاجه. وبعدين ده برضو تاني مكان هوت للقعده، الناس تقعد فيه، الطلبه تقعد فيه تاني. وبعدين دي كافيه ستاربكس موجود هنا، اللي يشرب قهوه اللي ياكل حاجه. ده برضو كده امتداد المكان، بيبيعوا كوفي اند هوت فود هنا هوت. طبعا في الكافيتيريا او الميس او المطعم اللي كان موجود قدام اللي احنا شفناه. وبعدين ده برضو كده امتداد للأماكن اللي الناس تقدر تقعد فيها، يعني في الأوقات بقى اللي بيبقى الطلبة موجودة فيها تلاقي هنا الناس قاعدة عمالة تذاكر، تتكلم، تحكي، تدردش مع بعض. في الوقت بتاع بعد المحاضرات، بعد السكشنز بتاعتها أو whatever يعني. دي كده كانت حبيت أوريكم المكان، خاصة كنت بستغل بقى إن مفيش حد قاعد او موجود دلوقتي. طبعا لو الناس موجوده ما كنتش عارف اصور، ف هبدا انا دلوقتي برضو كده قاعد اقرا شويه او اذاكر شويه. زي ما انتم شايفين ده سكن جامعه برمنجهام، وجزء من الاماكن السكنيه. المكان مفتوح طبعا، الدنيا امان، مش هتلاقي حد جاي المكان لاي اغراض مش مظبوطه، فهتلاقي الامن واقف ويقول لك فين كارنيهك، فين بطاقتك، ويبدا يحقق معاك كأنك داخل القصر الجمهوري مثلا يعني. شايفين طبعا نظافه المكان. اكتبوا لنا في التعليقات اذا كان عندكم في الجامعه عندكم نفس مكان كده للحاجات الثقافيه والاجتماعيه للطلبه. الطلبه تقدر تاكل فيها بصوره محترمه، الطلبه تقدر تذاكر فيها، الطلبه تقدر تريح فيها بعد الدراسه. اذا كان عندكم كده عرفونا وقولوا لنا فين جامعتكم، او كانت فين جامعتكم، على اعتبار ان ممكن معظم اللي بيتفرجوا دلوقتي على الفيديو يكونوا بالفعل خلصوا دراستهم او خلصوا الجامعه. لكن عرفونا علشان نبقى عارفين الفروقات ما بين هنا وما بين عندكم. شكرا والسلام عليكم.